الاعلام ونساء الاعلام اللي حاضرين معنا. الشكر موصول لكم على الحضور ديالكم لمدينه موزاركندر بوابه الاطلس بامتياز. وحنا سعداء انكم تقاسموا معنا وتشاركوا معنا فعاليات مهرجان تمازيرت في دورته الخامسه اللي كتنظم تحت شعار إيموزار ذاكره الاجداد وارث الاحفاد. يونس آوين مدير مهرجان تمازيرت. هذا المهرجان يأتي في دورته الخامسة والذي ينظم بمدينة إيموزاركندر من 7 إلى 10 من غشت 2025 بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومع الراعي الرسمي ديالنا شركة عين سلطان، وأيضا مجموعة من المؤسسات الأخرى اللي عبرات على الاستعداد ديالها لإنجاح فعاليات هذا المهرجان. فهذا المهرجان كيأتي دائما يعني في إطار تعريف المؤهلات الثقافية والسياحية بالمنطقة ولتحريك العجلة الاقتصادية والثقافية بمدينة إيموزاركندر. بطبيعة الحال هذا المهرجان الحمد لله يعني سنة على سنة كان كيشهد واحد النجاح واحد التطور مستمر، وهذا الشيء بفضل يعني السلطات المحلية أيضا المؤسسات والهيئات المنتخبة اللي كيمدوا لنا يعني يد العون. بطبيعة الحال كنستغل الفرصة لتوجيه الشكر لهم اللي هم كاملين، والحمد لله انه هذه الدورة ديال هذه السنة كتجي ايضا كيجي التنظيم ديالها احتفالا بمناسبه عيد العرش المجيد، وهذه كنعرفوا بانها مناسبه اللي عزيزه على كل المغاربه من طنجه الى الكويره العزيزه. فايضا نحن ايضا كساكنه ديال مدينه إيموزاركندر كشباب ديال مدينه إيموزاركندر انخرطنا في الاحتفال بهذه المناسبه المجيده، ونتمنى ان شاء الله النجاح ديال هذا المهرجان هذه السنه. لا يسعني الا ان اكون شاكرا بحراره لوسائل الاعلام اللي جات وتكبدت عناء السفر وجاءوا من كل حدب وصوب لتغطية فعاليات مهرجان تمازيرت. الشكر موصول لهم، ونحن رهن إشارتهم ورهن إشارة كل زوار وجمهور مهرجان تمازيرت اللي غادي يجي إن شاء الله للاستمتاع بفعاليات مهرجان تمازيرت. السبب اللي خلانا أننا نغيروا المكان في الأول كنا كنديروا في القاعة داخل القاعة المركب الثقافي، فالمركب الثقافي بطبيعة الحال عنده واحد طاقة استيعابية محدودة، يعني نقدروا نهضروا على 300 شخص. فالسنة الماضية فاش نظمنا المهرجان وكانت الفقرات ديالو وسهرات فنية فكان حضور ديال كبير ما توقعناش بصدق، فلهذا فكرت إدارة المهرجان أنها تنظموا يعني اون بلانير في الهواء الطلق باش يقدروا يعني الساكنة والزوار ديال المدينة من داخل وخارج أرض الوطن، خصوصا أنه في هذا الوقت هذه كنعرفوا يعني توافد ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج على مدينة إيموزاركندر، وهذا مهرجانهم بطبيعة الحال وحنا درناه باش يستمتعوا به ويستمتعوا أيضا الساكنة ديال المدينة، وهي فرصة أيضا لإدماج شباب المنطقة وفنانين ديال المنطقة في هذا المهرجان. فلهذا نظمناه يعني هذه المرة خارج أسوار المركب الثقافي. بالنسبة للدعم جماعة الترابية لمدينة إيموزاركندر يعني ما كانش دعم مادي، ولكن على العموم خلال التواصل ديالنا مع مجموعة من الأعضاء مع السيد رئيس المجلس الجماعي عبر على الرغبة ديالو في التعاون لإنجاح فعاليات هذه الدورة، ولحدود ساعة ها نحن ننتظر أننا نتلاقاو معاه ونجلسوا معاه باش أنه يعني يقدم يد العون للمهرجان.